السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو مميز جدا وجميل جدا. هنعمل كشري اسكندراني أصلي بالعدس الأصفر والرز. أكلة اقتصادية مشبعة وصحية جدا وطعمها حكاية بجد. بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا لي إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم، واللي ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك. نسمي الله ونبدأ مع بعضنا الفيديو بتاعنا. بسم الله. معانا نص كيلو عدس أصفر ونص كيلو رز وبصلاية متقطعة وغسلاهم طبعا غسل الرز وغسل العدس. وهنبدأ نجيب حلة على النار ونحط فيها شوية زيت، مش كتار، شوية زيت صغيرين، ونضيف لهم البصلاية المتقطعة ونشوحها بقى تشويحة خفيفة. احنا مش هنحمرها، هنشوحها بس تشويحة خفيفة كده، يدوبك بس تنزل المية منها وابدأ احط عليها العدس. مش عايزاها تحمر خالص عشان يبقى البصلة فيها نكهة جميلة، تدي العدس نكهة جميلة. نزلت عليه بقى بالعدس المغسول، نص الكيلو العدس بتاعنا نزلت عليه بيه واديله تشويحة حلوة كده مع البصلة. بص اللون بتاع العدس جميل جدا بجد، والعدس الأصفر ده من الأكلات الجميلة. العدس الأصفر مع الرز كده بيبقى جميل بجد. هنزل بقى عليه بالنص كيلو رز اللي أنا غسلاه، هنزل عليه بيه وأقلبهم بقى تقليبة كويسة. بص بقى الألوان مع بعضيها عملت ايه، جميل بجد. الأصفر مع الأبيض جميل، اللون بجد جميل وشهي جميل قوي قوي. أشوحهم بقى تشويحة حلوة، كل ما تشوحيهم أكتر كل ما يديكي نتيجة أحلى ويبقى الرز بتاعنا مفلفل وجميل، لأن التشويح بيخلي الرز بتاعنا يبقى مفلفل ويدلل في حباية الرز بالزيت كده تبقى جميل. الأكلة بتاعتنا دي محتاجة فصين توم، فصين 2 بس. ده اختياري، يا حابة تحطيهم حطيهم، مش حابة براحتك، بس أنا بحب أحطهم، بيدوا نكهة كويسة للكشري بتاعنا، بيدوا نكهة جميلة بجد. ريحة التوم أصلا طلعت مع البصل، ريحتهم جميلة وهو بيتشوح كده. أنا بقى هقول لكم على الطريقة اللي تخلي لكم الرز بتاعكم أصفر وجميل، ما يبقاش لونه فاتح قوي كده. بص بقى هتنيني أشوح فيه تشويحة جامدة كده عشان ما يلزقش، طبعا أشوحه جامد لحد ما احمصه كده في الزيت، يبقى شبه متحمص، الرزاية تبقى بتخروش كده معاه. بصوا شايفين شكل الرز جميل ازاي. اسيبه بقى على النار شويه واقعد كل شويه اقلب فيه. بصوا لحد ما بيطلع دخان، ده دل على انه بصوا بدأ يتحمص جامد وجميل. التشويحه دي هي سر نجاح الرز بتاعنا. بصوا بقى التوابل بتاعتنا اللي هضيفها لها: معلقه ملح، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه كمون. الكاري والكركم بيدوله لون جميل وطعم جميل. الكركم مش بيبان طعمه خالص في الرز لان انا حاطه معلقه واحده، مش هتبان، بس انا عايزه اللون الاصفر الجميل ده، عايزه العدس يحتفظ بلونه الجميل، مش عايزاه يبقى فاتح كده، لا عايزاه يبقى لونه جميل. بصوا لما حطيت التوابل شايفين درجه اللون بتاعها جميله ازاي. اشوحهم بقى جامد بالتوابل كده واخلي ريحه التوابل تطلع. بصوا ريحه طالعه بجد جميله جميله جميله. ابدا بقى ازود الميه بتاعتنا، انا عايزه الميه مظبوطه عشان ما يعجنش، لان الرز لو عجن مش هيبقى حلو خالص. يا دوبك تغطي الرز كده، واحط لها ورقتين 3 من ورق اللورا يدوها نكهه حلوه. بص اللون بتاعه، الميه بتاعت الرز بقى لونها عامل ازاي، بجد اللون درجه اللون جميله جميله.
أوطي عليه بقى وأسيبه يغلي، وأول ما يغلي أوطي عليه. هو غلي وأنا نقلته على اللاين الصغيرة شوية، وهبدأ بقى أعمل الصلصة بتاعة الكشري. الصلصة بالثوم ده هي روح الكشري. أنا حطيت شوية زيت صغيرين ومعاهم 5 فصوص توم دقاهم، حطيتهم وشوحتهم كويس في الزيت لحد ما لونهم يبقى ذهبي كده. الكشري من غير صلصة ما ينفعش، الصلصة دي روح الكشري، وكل واحد بقى بيحطها على مزاجه ساعة الأكل. بدأ لون التوم يلون شوية كده، أول ما يبدأ يلون هنزل عليه بصلصة الطماطم. بصوا الدرجة أنا عايزاه، هي دي الدرجة اللي أنا عايزاها. أبدأ بقى أنزل بصلصة الطماطم بتاعتي وأقلبها بقى شوية كده. بصوا اللون بتاع التوم مع الطماطم جميل بجد. أول ما بدأت تغلي بقى أبهرها بالبهارات بتاعتها، أحط معلقة ملح، وأحط لها معلقة كمون ومعلقة فلفل أسمر. أكتر من كده مفيش، ملح وفلفل وكمون بس. واسيبها بقى تغلي كده شوية حلوين لحد ما تتقل شوية عشان تبقى مع الكشري جميلة. بصوا ما بطش عليها بقى واسيبها شوية كده. اقلب الرز الأول. بص الرز محتفظ باللون بتاعه، اللون بتاعه جميل ازاي، أصفر الجميل ده. بصوا الدرجة بتاعته بجد، اللون جميل جميل، والعدس لونه مميز عن الرز وباين ازاي، جميل قوي قوي. جربوه بنفس الطريقة دي صدقوني هيعجبكم قوي. وحطوا عليه نفس التوابل زي ما انا حطيت كده، معلقة الكركم ومعلقة الكاري مع معلقة الكمون طبعا. بس انا نقلته على الهند شوية عشان يستوي كويس. بصوا ما شاء الله، بصوا الدرجة بتاعته جميلة، هو دخل في السوا خالص وجميل ازاي، والحباية مفرفرة خالص من بعدها كده. بجد اللون بتاعه جميل. والصلصة بتاعتنا برضو استوت خلاص كده، دخلت في السوا كده بقى. خلاص الأكلة بتاعتنا شبه خلصت. هبدأ بقى أغرفها. تعالوا معايا بقى نشوف هنغرفها ازاي. بص أنا حطيت كده تكاية صغيرة، طبق صغير كده في النص، وأحط الرز من حواليه. يعني أعمل أي منظر في الطبق، ديكور حلو بحيث يفتح النفس اللي ياكل. هرص بقى هوزع الرز كده حوالين الطبق، والطبق الفاضي ده أحط فيه الصلصة. العدس الأصفر ده من أحسن مصادر البروتين النباتي، ومفيد جدا جدا في الهضم، وبيشبع كمان لفترة طويلة. عشان كده الكشري ده أكلة متكاملة. بص بقى الشكل النهائي. بصوا أبدأ بقى أظبط الرز كده معايا. اللون بجد جميل قوي، وريحته والله العظيم جميلة. صدقوني أنا مش قادرة أقاوم، عايزة أكل دلوقتي حالا. بجد الأكلة جميلة جميلة، والرز شكله جميل وريحته جميلة وطيبة كده. حط بقى في الطبق ده شوية صلصة حلوين كده. أنا مش مخلية الصلصة تقيلة، أنا مخليها خفيفة شوية عشان نعرف ناكلها مع الرز، بنفس القوام ده اللي انتوا شايفينه ده. بصوا والله الطبق حكاية، اللون الرز مع الصلصة شكله جميل. كنت هوقع بس الحمد لله. جربوه بجد هيعجبكم أوي 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 أوي.
بعدين الطبق ده كده كله قيمة غذائية، ودي أكلة ما شاء الله عليها اقتصادية ومناسبة لكل بيت، مش هتكلفنا كتير، نص كيلو عدس ونص كيلو رز وبصلاية من البيت. وبعدين العدس غني بالبروتين والحديد، وبعدين مناسب للناس اللي عاملين دايت كمان، ما شاء الله بيبقى مفيد ليهم كويس، وبيشبع وبيغني عن اللحوم. يا ريت تجربوها وإن شاء الله تعجبكم والله. ربنا يغسل ما بين إيديكم يا حبايبي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة وبسيطة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.